كلنا طبعا عارفين ان في افكار لو طلعت بدري بتموت، وفي احلام والاحلام محتاجة تكبر في سكوت. مش كل فكرة لازم تتقال، ومش كل خطة ينفع نعلنها، لان زي ما قلنا النجاح والاحلام بيحب السكوت. كمل الفيديو ده معايا للاخر وهتكون عرفت ليه الكلام الكتير عن احلامنا ممكن يبوظها، ازاي تحمي شغفك من ان الناس تطفيه، وازاي تستخدم الهدوء والسكوت كأداة قوية تحمي هدفك، وازاي نطبق ده كله من غير ما تحس ان انت بتبعد عن الناس او بتستخبى منها. يلا بينا نبتدي الرحلة. خلينا نبتدي بفكرة بسيطة قوي، الا وهي الحلم ده عامل زي البذرة اللي بتزرعها في الارض. لو كل شوية تطلعها من مكانها توريها للناس، تحكي للناس عليها، مش هتنمو ومش هتنضج. فمسؤوليتك هنا ان انت تديها فرصة انها تكبر وتنضج، وبعد كده ممكن توريها للناس. البذرة دي او الشجرة الصغيرة دي محتاجة رعاية، محتاجة تغذية بعيد عن الناس، والأهم من ده محتاجة رعاية من غير أي ضغط خارجي اللي هو ضغط الناس. الفكرة هنا مش كل حاجة لازم تحصل في العالم.